ما عندكش مشكل انه يكون مطلق وعنده الدراري؟ يا الله غنجبد هذا الموضوع، ما عنديش مشكل. انا المهم عندي انه يتهلا فيا، حيتاش وصلت لواحد السن ماشي غنتزوج وغنطلق، بغيت نكمل المسيره تيدي مول الامانه امانه. ما كيكتبش الله بحال دابا، كاين اللي ما مزوجش، كاين اللي فايتزوج. يعني حتى انا ما بغيتش نتفلى. يعني راه الواحد منين كيكون كما كنقولوا اللي عضو الحنش يخاف من الحبل. عندك الصح. هذاك الشيء كتاب الله. يعني ملي كيتفارق الانسان راه كتبقى يعني مساله ديال التفاهم في واحد الكوبل تسالات ديك الواحد يتمنى انه غير تبقى العلاقه مزيانه على وجه دوك الوليدات. والحمد لله انا ولادي كنشوفهم فوقاش ما بغيت، كنجيبهم في الويكاند. والشرط الوحيد اللي عندي هو المراه اللي تكون معايا ما يكونش عندها مشكل في الدراري ولا، حيت انا من بعد يعني كنشوف يعني نقدر توليو يجيو عندي سيمانه وسيمانه عند امهم، واش هي ما تكونش ضد هذه الفكره هذه. عبادي شكرا خويا العزيز، تحياتي. شحال نقدر نعرف شحال ديال الوليدات عندك؟ راه قلت عندي 3. عندك 3؟ اسمح لي ما سمعتكش، الله يخليهم ليك. امين. المهم انا كما قلت لك راه تكون معقول وصافي. وما راه انت راه ماشي ضروري الشرط مطلق ولا ما مطلق، وراه كاين اللي مطلق مسكين وماشي ضروري خايب، راه تا هو ظروف. هذاك كيبقى المكتب، الدنيا هي هذه. وهذا الشيء اللي حنا كنسعاو. عندي واحد الشرط واحد اخر. يعني انا فايت تزوجت مع مراه خدامه، الحمد لله ما كانش عندي مشكل مع الخدمه ديال المراه ولا غير المراه اللي باغي نتزوج بها ما تخدمش، ما محتاجش الصالير ديالها. انا راه هذه هي الرجوله، ما محتاجوش. ما يعني ما عندها ما تجيب ليا، ما عندها ما تعاونني. صافي ماشي مشكل. هذه راه احسن حاجه. راه انا اصلا كنت غنشرطها عليك لا كتاب وكملنا. لا والله انا المراه اللي تدخل لداري والله ما تخدم. صافي هي اصلا نقول لك اخويا واحد النقطه راه كلشي عارفه. المراه راه واخا تكون تا وزيره المقام ديالها الدار. نكذب عليك، انا خصني مراه اللي تقابلني يعني بحساب على حساب الخدمه ديالي. ماشي غنفشر عليك ولا. يعني انا كندير كادر ريسبونسابل في الدومين ديال لانفورماتيك، كنجيري دي كونطرا دو بريستاسيون. سمحي لي كنهضر فرونسي كتهرب ليا. المهم شي مرات الخدمه كتكون يعني راك عارفه الضغوطات ديالها، النهار كامل اللي ريونيون كتسالي مع الطل، تقدر تبدا بكري. وهذه ما عندي ما ندير بمراه اللي نبقاو نتلاقاو انا وياها بحال اللي دايرين كولوكاسيون، بحال جوج ديال العزاره خارجين خدامين وكيتلاقاو في الدار. دابا الحاجه الوحيده اللي عجباتني فيك يعني واخا انت عايش برا باقي العقليه ديالك الحمد لله، باقي عقليتك فهمتي ما شديتيش على الطريقه ديال الغرب. داكشي اختي من التربيه. انا كبرت في الدار اللي فيها الوالد هو اللي كيقول الراي ديالو، بيان سور كيستشر مع الوالده. ولكن انا خواتاتي نهار جاو تزوجوا با هو اللي كان كيهضر، ما كانتش امي كتهضر بلاصتو، كل واحد عنده بلاصتو. والحمد لله ماشي كل واحد وكيفاش تربى كل واحد. انا ماشي هنايا باش نجوجي الناس ولا باش نحكم عليهم، كل واحد فاش كيرتاح. والحاجه اللي مهمه انا قلتها لك هي هذه صافي. المهم انا ما عنديش مشكل كيف ما قلت. وانت قبل ما تجبد لي واش مزوج ولا مطلق، سبحان الله العظيم انا يلاه كنت غنقول لك انا ما عنديش مشكل متزوج ولا مطلق. المهم غير هذه الحاجه الوحيده اللي شوفي باش ما نكذبش عليك. انا يعني تعرفت على بنات بالنيه ديال الزواج، وهذه الحاجه الوحيده اللي كتخوفني. هو يعني في الاول تكون كتقول لك ما عنديش مشكل، ومن بعد كيوقعوا صراعات. لان عندي كاينين تجارب، واخا الواحد ما خصوش يقيس بالتجارب ديال الاخرين. انت كيجيب مراه وكيكون عنده الدراري، ومن بعد ملي يعني بيان سور انت غتبغي تولدي ولا، وهذا واحد اخر حاجه اخرى. الا ولدنا غنديروا ولد ولا. انا عندي 3 ماشي غادي ندير فرقه ديال الكره. وهذا كيبقى يعني فهمتي مثلا غديري ولد ولا غتولي كتفضلي داك الولد ديالك على الولاد الاخرين، كيوقعوا واحد الصراع. وهذه راه صعيبه، لان المراه اللي كتزوج بواحد عنده الدراري راه خاصها دير هذا الشيء هذا في البال ديالها، بان هذوك الاولاد تعاملهم بالحسنى كما غتعامل الراجل ديالها. فهمتي؟ كلامك معقول، كلامك معقول وكلامك معقول. ومازال خويا ومازال كيتفاهم ومن بعد كيتقلب. قلت لك اخويا مازال ان شاء الله الا كملنا راه غنهضروا وغنحطوا النقط على الحروف. طبيعه الحال انا طالع بواحد النيه اللي صافيه ونهضروا انا وياك. انا ماشي غادي نقول السي الفقيه ما غاديش نقول له راني غنجي نتزوج بك دابا وندير الخاتم. الا قلتها له قولي لي كذاب. لا ضروري نحطوا النقط على الحروف. خاصني نعرفك. انا دوزت تجارب الحمد لله. يعني ماشي غادي نضرب في ذاك المراه اللي كنت معها ولا. الحمد لله يعني حتى ملي طلقنا
داكشي باتفاقي، والعلاقه خليناها يعني مزيانه لان كاين بيناتنا الاولاد وكاين هذه. غير ملي كتبغي تعاود واحد الخطوه ما كيبقاش عندك الوقت، وسيرتو انا عندي 44 عام، يعني غنتزوج غنعيش مع واحد المراه 4 سنين ولا 5 سنين ولا ما يمكنليش باش نعاود نطلق. ولا الا درت 50 عام انا كنقولها وصلت 50 عام ومازال ما مجوجش، ما غنتزوجش، ما نتزوجش. وي الحمد لله والله يجيب لي فيها خير. خير. ما غاديش نبغي ندي واحد بنت الناس وتكون انت يعني وصلتي لواحد السن وصافي انت كتفكر غير في راه مبقى لنا والو لا روتريت ياك اسيدي الفقيه. هي واخا راه زادوا في فرنسا وصلوا 67 خلي يبقاو يضربوا فينا هبط واخا ما ارتحيتلكش، هبط والله لا ديتيها ولا ديتيها بالرب الجاي لا ديتيها. هبط انت غادي عاد تمرضها وغتعيشها تدخلها في شي اكتئاب وغتعيشها الاوهام وتعيشها الكذوب، وانا ما حسيت بك. لا فقيه والله القسم الى حق لا اله الا الله. لكش نهائيا، ما ارتحيتليش نهائيا. فقيه وسلك القسم. انت يا عهبيله وقالوا لك زغرتي بنتي لي قلبك كبير، انا ما يمكن. هذا نرجسي خاطئ، فهمتي؟ نرجسي افون عقتي فيه. هذا ما يخدملكش نهائيا، هذا غيطيحك بشي حفره وغيخليك طايحه وغيبقى كيتفرج فيك وانت طايحه في الحفره. سي الفقيه اسمعني، وحق لا اله الا الله محمد رسول الله. الا انا ديما كنقول الا كان شي واحد غادي يعذبني ولا نعذبو اللي يكتبوا لي. انا بغيت شي واحد اللي بغيني بخيبي وزيني ونتفاهموا ويكون زواج ديال النيه. تليفوني هو تليفونه، ما يكونش بيناتنا حنا لا الخصوصيات انا عندي خصوص، لا خاص الزواج بغيتو ديال النيه. كان مرحبا، ما كانش بلاش. شوفي الناس كلهم هنايا بغاوك وحبوك